السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا طلاب تانية إعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشونا والله جدا جدا جدا، متأخرناش عليك أهو يا عم. إن شاء الله نقعدنا النهارده مع الدرس الثالث اللي هو الطاقة الداخلية والكلام ده كله. طيب هنعمل إيه يا باشا؟ هقول لحضرتك قبل أي حاجة طبعا لازم تعمل لايك وشير وسبسكرايب والكلام ده كله، بس يعني لو الحصة عجبتك، لو ما عجبتكش يا عم شيله، يعني اعمل دلوقتي وشيله بعدين، ماشي؟ خلاص ما تشيلوش. طيب بقول لحضرتك دلوقتي أنا عندي حاجة اسمها مفهوم النظام. يعني ايه يا باشا نظام؟ قال لي ان النظام ده عباره عن اي حاجه حواليا. قصدك تقول لي ماده؟ لا مش ماده، مش قصدي ماده، طبعا هو مواد صلب وسائل وغاز والكلام ده كله، بس اللي هو اي حاجه في حاجه. بص يعني ايه؟ يعني يا عم تعال نشوف الكوبايه مثلا، كوبايه الميه الحته دي كده، الميه اللي جواها خلاص يا عم بقى ده اسمه كده النظام. خلي بالك بقى الميه دي بيبقى فيها كمان كائنات مثلا حيه، زي الحاجات الكائنات الدقيقه والكلام ده كله بتعمل جواها تفاعلات، فايوه دي بقى حاجه اسمها النظام. طيب يا صاحبي، الكوبايه ذات نفسها اسمها ايه؟ اسمها حدود النظام، اخر نظام. بالبلدي كده انت جوه الحدود دي اسمك نظام، بره ما بقاش اسمك نظام، بقى اسمك ايه؟ قال لي بقى الحاجات اللي حواليها كلها 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 كلها، على فكره مش هنا بس، كلها 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 حرفيا لحد ما لا النهايه، اسمها اللي هو الكون كله يعني اسمه وسط، ايوه محيط. بس يبقى انا كده خدت كام حاجه؟ خدت 3 حاجات مهمين جدا جدا جدا. اول حاجه مفهوم اسمه النظام، تاني حاجه مفهوم اسمه حدود النظام، اللي هو انا جوه الحدود اسمي نظام، بره الحدود امال اسمك ايه؟ اسمي وسط محيط. طيب قال لي هو كل نظام له حدود تفصله وتميزه عن الوسط المحيط به. ماشي، عايز تقول لي يا عم؟ قال لي ايه هو النظام؟ اي جزء من الكون. بص يا عم، اي حته كده، ايوه حته ممكن اقول لك ان الحته اللي في ايدي دي، الحته اللي في ايدك والله اسمها نظام. ممكن اقول لك ان كوبايه الشاي دي نظام عادي جدا. فانا عباره عن انظمه شويه. اقول لك على حاجه، انا ذات نفسي نظام، عادي جدا. نظام بيعيش وبيتعايش، يتفاعل مع البيئه اللي حواليه ويخرج لها حراره ويمتص حراره وهكذا. طب انت عايز ايه يا عم؟ قال لي يكون موضعا للدراسه وملاحظه تغير الطاقه والماده به. يبقى انا اهم حاجه في النظام دوت انا عايز اعرف عنه حاجتين. اعرف عنه التغير في الطاقه، وفي الاغلب بص في الاغلب بتبقى طاقه حراريه. خلي بالك في طاقه وضع وطاقه حركه انا محتاجهم برضه، بس عموما النظام انا عايز اعرف اي جزء من الكون يكون موضعا للدراسه والملاحظه، ادرسه والاحظه. طب انت هتدرس وتلاحظ ليه يا عم؟ قال لي علشان اعرف الطاقه والماده. الطاقه وعرفناها ان هي غالبا هتبقى طاقه حراريه. طب الماده قصدي بيها الماده والله خدنا صلبه سائله غازيه. طب هتدرس فيها من حيث ايه يعني؟ من حيث التفاعلات اللي بتحصل جواها، من حيث الماده دي مثلا بتخرج لبره ولا بتتزيد ايه؟ والله بتخرج لبره زي ايه؟ بخر. كوبايه تتبخر، يبقى انت كده بتخرج لبره ما بتخرج. ايوه بالظبط ده اللي انا قصدي عليه. طيب الوسط المحيط، قال لي ده الحيز المحيط بالنظام. ايوه يعني انا كده ايه؟ بره النظام، الحيز اللي بعد النظام، والذي يمكن ان يتبادل معه الطاقه او الماده. يبقى يجي يقول لك هو الوسط المحيط منفصل عن النظام، يعني انفصال كامل اللي هو انا بره عني، انت في حته وانا في حته؟ لا، دول بيتفاعلوا مع بعض، بيتبادلوا مع بعض. هيتبادلوا ايه؟ قلت لك هنتبادل حاجتين، هنلاحظ حاجتين، طاقه وماده. طاقه ايه وماده؟ قلت لك في الاغلب ان الطاقه دي هتبقى طاقه حراريه. جميل ممتاز ماشي يعني. قال الماده في النظام قد تكون صلبه سائله او غازيه او خليط منهم. لا بقى قول لي يعني يا عم، يعني كوبايه فيها تلج عايم في ميه، يعني خليط منهم كوبايه فيها تلج عايم في ميه. حاله الثبوت الاولى. ايه حاله الثبوت الاولى؟ ارجع لو مش فاهم الحته دي ارجع خدها من الدرس. طيب ايه حاله الثبوت الاولى؟ ما هي درجه الحراره او درجه الحراره بتبقى بصفر، وبتبقى خليط بين الماده الصلبه والماده السائله، اللي هو بالبلدي كده انت جبت ازازه متلجه ساحت كلها، لا ما ساحتش كلها، نص نص كده، فبقى في تلجه في النص دي صلبه وعايمه في قلب الميه. فانا دلوقتي عندي حاله واحده ولا حالتين؟ لا دول حالتين بس في نفس النظام. فده هي دي فكره خليط ايه؟ خليط بينهم. النظام بقى عندي بيصنف ل3 انواع. 3 انواع يا صاحبي، اما نظام مفتوح على البحر، اللي داخل واللي خارج ماده وطاقه. انا عندي 2 قلت لك، ماده وطاقه. او نظام مغلق، واحنا غالقين على نفسنا شويه. يعني ايه شويه؟ يعني نسمح بتبادل حاجه من الاثنين، طب الثانيه تخرجش، تفضل في مكانها.
وفي نظام معزول، ده المحافظ بقى. يعني ايه محافظ؟ يعني ولا ده يخرج ولا ده اللي هو ايه، انت في سجن، حرف سجن. يبقى تاني يا جماعه اهو، من غير ما نبص على السبوره، ما نبصش على السبوره اهو، ما نبصش على السبوره ولا تعالى. قلت لك ان النظام مفتوح، داخل داخل خارج خارج، ماده طاقه، يلا بينا، ايه اللي فوق تحت واللي تحت فوق. اه ماشي. طيب بالنسبه للنظام المغلق، والله انا هدخل وخرج حاجه واحده. طب ايه الحاجه؟ هنعرفها لما نبص على السبوره. انت شايفها؟ الحمد لله، مش انا اصلا عامل عليه. طيب والنظام المعزول ده النظام السجن المحافظ، اللي ولا ده يخرج ولا ده يخرج. تاني يا جماعه، قصدي على مين؟ ولا ده ولا ده، قصدي على الماده والطاقه. والطاقه دي طاقه في الاغلب هتبقى طاقه حراريه. ماشي. يلا بينا على النظام المفتوح، واقول لحضرتك انا عندي المكعب اللي بالشكل دوت اهو، بالشكل ده. اللي جوه المكعب كله اسمه النظام. ايه بقى جوه المكعب؟ اي حاجه يا عم، هواء، ميه، سائل، غاز، اي حاجه. طب الخط الاحمر اللي اترسم ده هسميه، انجز يلا، هسميه ده حدود الايه؟ النظام. يبقى انا عندي حاجه اسمها النظام من جوه وحدوده من بره، عامله شبه مثلا مصر وحدودها، اللي هو اخر خط في مصر. طب بعد الخط انت في مصر؟ لا انا مش في مصر. طب بعد الخط انت في النظام؟ لا انا مش في النظام. امال انت فين دلوقتي يا استاذ؟ قال لي انا بقيت في الوسط المحيط اللي بنبدل منا وبين بعض. هو يقول لك والنبي خد مد، يقول له هات. والنبي خد طاقه، يقول له هات. طب والنبي انت بقى هات المد، يقول له ماشي، وهكذا رايح جاي. يعني ايه رايح جاي؟ يعني باشا، اللي داخل داخل واللي خارج خارج، ماده طاقه، الاتنين مع بعض، يلا خلص. ده النظام المفتوح، يسمح بتبادل الاتنين، ماده وطاقه. طيب بالنسبه للنظام المغلق، قال لي بص بقى، النظام المغلق بيسمح بتبادل الطاقه بس. الطاقه ايه يا استاذه؟ بس. طب بالنسبه للماده، هل الماده كده هتفضل ثابته جوه؟ مين قال لك يا ابني ان الماده ثابته؟ الماده في حاله حركه مستمره طبقا لنظريه الجسيمات. مش الراجل قال ان الراجل، مفيش راجل، مش الناس قالت لي هناك ان الجسيم دوت صغير جدا ولا يرى بالعين المجرده ويرى بالميكروسكوب، وعنده طاقه وضع وعنده طاقه حركه، وخلي بالك هو بيتحرك حتى لو حاله صلبه. يبقى هو بيتحرك حتى لو حاله صلبه. تمام. طبعا حركه الحاله الصلبه غير الحركه في الحاله السائله غير الحركه في الحاله الغازيه. يعني بالراجع، الصلبه بتبقى صغيره جدا، اهتزازيه محدوده في مكانها موضعها. اما السائله متوسطه. طب اللي هي بنقول عليها كده حره، بس مش حره جدا، لا دي حره نسبيا في النص، شبه متوسطه. طيب بالنسبه للهواء، هو حر جدا، يروح في اي حته هنا وهنا، طيارات عادي يا باشا. طيب فالطاقه كده رايحه جايه داخله رايحه، اللي عايز تقول قوله. لكن الماده بص، حتى هو راجل مش مثبتها لك، يعني مش عامل لك الماده كده، مش هيقول لك ان الماده ثابته، لا دي الماده رايحه جايه يمين شمال فوق تحت. بس كل ده فين؟ اخرك حدود النظام، ما ينفعش تعدي براه، لان لو عديت براه خلاص اتحولت لنظام ايه؟ مفتوح. طيب وبرضه يا جماعه، عشان برضه في ناس بتفهم، انا عارف والله العظيم، يجي يقول لي مستر يعني كده كل نظام هخرج وادخل من اليمين. يا اسطى يا اسطى، طب لو خرج من هنا يعني عادي، عادي والله. طب يخش كده مفيش اي مشكله، اهو يا بيخرج في اما في اتجاه واحد او في جميع الاتجاهات عادي. المهم يعني ان هو لو لمح فتحه هيخرج منها عادي، مفيش اي مشكله. تمام تمام. طيب لكن دي عادي برضه نفس الفكره. تعالى بقى للنظام المعزول، وايه الفرق بينه وبين ده؟ والله مصر احنا كنا ماشيين واحد حر جدا، يلا مجتمع اوروبي، طياره، وواحد حافظ شويه. يعني محافظ شويه، يعني حضرتك بندخل ونخرج طاقه بس اخرنا. وعندنا حاجه اسمها نظام معزول، ده ولا داخل ولا خارج، انت اللي جوه جواك ومفيش. يعني انت لو سخن هتفضل سخن، ولو ساقع هتفضل ساقع، مفيش طاقه بتخرج، مفيش طاقه بتخش، مفيش اي حاجه. فالماده والطاقه هو عمالين بقى بيلعبوا مع بعض، بس اخرك فين؟ قلنا حدود النظام، لان لو خرجت تتحول على طول. نقرا بيقول لك النظام المفتوح هو نظام يحدث فيه تبادل للطاقه والماده مع الوسط المحيط. والله مش عارفها قلنا. طب النظام المغلق، قال لي ده نظام يحدث فيه تبادل للطاقه فقط، يبقى بيخرج حاجه واحده وما بيخرجش الثانيه، دون الماده، يعني بيخرج حراره وهو ما بيخرجش ماده. طب تعالى هنا، النظام المعزول هو نظام لا يحدث فيه تبادل للطاقه او الماده مع الوسط المحيط. طب باشا من غير ما نبص تحت، من غير ما نبص تحت، اديني مثال. هقول لحضرتك لو انا جبت حله حطيت فيها ميه، والله يا مستر حله
دي جزء من الكون، حطيت فيها ميه فاصبح فيها دلوقتي نظام. فالنظام هو الميه، وحدود الحل وحدود النظام هي الايه؟ هي الحله. قلت لك حدود الحله اكيد يبقى هي الحله. طيب يلا وسخن ولع. فكرني بس الله يرضى عليك، لما انت بتسخن كده بتكسبها حراره ولا بتاخد؟ لا بقول لك بولع فيها. بولع فيها يعني بكسبها حراره. فولع فيها يعني اكسبها حراره. طيب اما تكسبها حراره ايه اللي هيحصل؟ خدنا الحصه اللي فاتت او الفيديو اللي فات ان طاقه حركه الجسيمات هتزيد، فتتحول من الصوره السائله الى الصوره الغازيه. بس خلي بالك مش مره واحده، امال ايه؟ واحده واحده بالراحه. حاله ثبوت ثانيه درجه الغليان ب 100. طيب والله يا مستر انا اجي احط ايدي مثلا هنا في الحته دي كده اتلسع. كلمه اتلسع دي معنى كده ان النظام ده سمح بتبادل الحراره، خرج حراره. انت عمال بتكسبه حراره بس برضو الحله مكتسبه حراره فهي بتخرج حراره. ماشي مش فاهم يا مستر. بيبقى حضرتك كده لو ما كنتش حسيت بالحراره معنى كده ان هو ما بيسمحش بتبادل. خد تعالى اصلا كلمه ان انت تكسبها حراره يعني خدت حراره، يعني دخل لها حراره، يعني سمحت بتبادل ايه؟ حراره. ما الاصل يخش له حراره ممكن بعد شويه يخرج حراره عادي جدا. تقول لي خلاص ده نظام مفتوح، اقول لك ثواني، هو احنا كنا بنقول على الطاقه بس؟ يعني ما في ماده. ايه الماده اللي هتخرج؟ ايوه السائل. السائل يخرج؟ غلط طبعا. بس تقول ايه؟ هو السائل يخرج؟ لا ما يخرجش. امال مين اللي كان بيطلع كده لفوق؟ ايوه بيحصل لها عمليه تبخر. فعمليه التبخر بتخرج لي غاز اللي هو ماده، اللي هو ايه ماده. يعني كده النظام خرج ماده، يبقى خرج حراره او اكتسب حراره ويخرجها، واكتسب ومعاه ماده وبيخرجها. يعني انت عايز ايه؟ يعني ده نظام ايه؟ بيسمح بتبادل الاثنين، نظام مفتوح. طب تعالى هنا، انا يا عم هجيب، هو هنا جايب لك مش فاكر كوبايه حاجه ساقعه، لا يا عم هات كوبايه شاي. كوبايه الشاي اللي لسه معموله سخنه 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 سخنه. بس والنبي في ناس بتعمل ايه بقى؟ في ناس اللي هي بتعمل رجيم ديت، بتعمل شاي اخضر تقريبا وتقوم كده، او اليانسون، ما عملتهاش قبل كده مش عارف، تقوم جاي حط عليها كارت كده ولا مش عارف حط عليها، مش اكيد مش ورقه، هي حاجه كده بلاستيك، غطا. اكيد مش هحط غطا حله على كوبايه شاي، بس غطا يا عم اللي هو بتاع العلبه اللي هي بتحط فيها السمنه دي، اكيد مامتك عندها بتحط فيها سمنه في البيت. جبت الغطا وقمت حطيتها، فانا كده غطيتها من فوق. هل البخار ده هيخرج؟ والله يا مستر البخار مش هيخرج. يبقى كده سمح بتبادل الماده؟ لا عداش. عامله شبه حله الرز بس، او حله البريستو بس حله بقى مقفوله قوي. يعني الحله الرز ديت مش هتطلع بخار، لان لو طلعت بخار يعني طلعت مي يعني طلعت مد، يبقى نظام مفتوح. لا انا عايز مثال على النظام المغلق، حاجه واحده بس اللي بتطلع اللي هي الايه؟ الطاقه. طب باشا قول لي يعني الطاقه ايه اللي هيحصل؟ احنا خلاص قفلنا دي كده، قفلناها. هو حضرتك لو جيت وحطيت صباعك كده هنا، يلا ايه اللي هيحصل لك؟ هتتلسع. يعني ايه تتلسع؟ يعني النظام بيخرج حراره، بيفقدها لمين؟ مش لينا. هو مين اللي كان حواليه؟ كان عندك نظام وحدود نظام، واللي حواليه كان اسمه الوسط المحيط. الوسط المحيط اللي كان بيتبادل منه الطاقه والماده. طيب يبقى كده على النظام المغلق. تعالى بقى في كولمان. عارف كولمان بتاع المسا على السبيل دوت، ادي الكولمان يعني بيبقى مقفول بالشكل دوت. هو في مثال هنا تاني بس يعني ده برضو مشهور، بس تعالى على كل ما بتحط فيه التلج، تحط فيه الميه وتسيبه بقى، بيقعد فتره زمنيه كبيره. اي نعم التلج بيسيح، بس تعالى نتخيل يا عم لو التلج ما ساحش ولا اي حاجه حصلت، الميه فضلت ساقعه زي ما هي. تعالى على الماده، هل حصل حاجه يعني خرج حاجه للماده؟ قال لي لا ما خرجش. طب الطاقه بتحط كده ايدك بتلاقي ما بسقعش، يبقى ولا ماده ولا طاقه ولا ميه خارجه ولا سقوعيه خارجه. طب انت عايز ايه؟ تعالى بس كده، في عندي بقى حاجه اسمها الترمس. الترمس ده سعادتك اللي هو والله مش فاكر اسمه، اللي هو بيبقى في ستاربكس ده، عارف الناس الناس الغنيه اللي بيبقى معاها اي لابتوب ده، تقوم رايحه كده الصبح بتصحى الساعه 5 الفجر، مش عارف الناس بتعمل ايه. انا بصحى، انا بنام 5 الفجر بس انا عشان بذاكر، انا بذاكر مش عشان انا في جامعه، انا بذاكر لك ازاي؟ ما انا بحضر منهج لازم انا اسهر، بس ما تعملش زي يعني عموما. انت بتعمل اصلا، انت عندك مدارس دلوقتي اهو.
طيب المهم يعني ان الترمس ده بيحط فيه بتنزل بيه الصبح وانت رايح ستاربكس. اكيد مش هتنزل بقهوه عشان تروح ستاربكس تشرب قهوه، يعني منطقي، راح مكتبه. فانت خدت الترمس دوت، والمفروض ان في قهوتك بقى الحلوه الجميله دي، وانت كده اصلا بتتفرج عليا بيها، يا رب يعني معاك ترمس عموما، وتقوم رايح تفضل تلف شمال ويمين فوق تحت. بص بعد الجامعه ما تخلص وانت اصلا حاطط الترمس في الشنطه ونسيها، تفتح الترمس، تفتحه، تلاقيها سخنه. الله، ايه ده؟ هو انا لو كان معايا كوبايه ميه، كوبايه القهوه، وسبتها كده شويه، ايه اللي هيحصل؟ تبرد في 5 دقايق. بقول لك رحت وقعدت ساعتين 3 4 ساعات على حسب يعني انت جامعتك بتعمل ايه. طيب فرد ترمس قال ليه بيمثل نظام معزول؟ لانه لا يحدث فيه تبادل الحراره، طاقه يعني، اهي طاقه، او الماده مع الوسط المحيط، لكن ده بيحصل فيه تبادل للحراره فقط دون التبادل مع تبادل الماده. طيب هنا الاثنين مع بعض، في ميه خارجه في صوره بخار، يبقى دي ماده، وطبعا في حراره يحدث به تبادل للماده والحراره، والتبادل ده على فكره خليك عارف اما بيفقد او بيكتسب. طيب اللي بعده، تعال نشوف كده، ده شكل من الاشكال. ده خلاص ده معروف، ده هيبقى ايه؟ ترمس. ده نظام معزول، والله شكله معزول اصلا. طب ده نظام ايه؟ بص في ميه كده طالعه، ولو حطيت لك هتتلسع، يعني بيسمح بتبادل الماده والحراره او الطاقه، يبقى ده نظام ايه؟ مفتوح. طب اللي بعده، بص غلقين. هل في بخار ميه بيطلع؟ اي بخار بيطلع بينزل تاني، ليه؟ اصله بيتكثف. بخار طالع لا غطا، بينزل يتكثف او ما بيخرجش. فلو حطيت لي برضه هتلسع، يبقى ده كده ايه؟ نظام مغلق. يا اسطى ما انت عملتش ليه؟ مغلق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لا والنبي يا اسطى، ماشي، ما تقول يا اسطى اللي انت عايز تعمل على 120. طيب بص يا عم، عارف انت فول الصين العظيم ده فيلم لما قال لك كل واحد فينا عنده قوة داخلية؟ هو كان قصده فعلا كل واحد فينا عنده طاقة داخلية مش قوة داخلية. القوة الداخلية اللي طلعت دي ده كلام هاكس، اوعى تفكر ان انت تركز كده شوية وتطلع جناحات من، ولا اوعى تكون من الناس الحاجات دي. فعموما ان عندي طاقة اسمها طاقة داخلية للنظام. ايه يا استاذ الطاقة الداخلية دي؟ قال لي يتكون اي نظام في ضوء نظرية الجسيمات. احنا قلنا ان كان عندي حاجة اسمها طاقة وضع وطاقة حركة. طب طاقة الوضع دي كان ناتجة عن ايه؟ ناتجة عن ايه؟ الجسيمات جنب بعض ماسكين في بعض، يعني تجاذب. لكن طاقة الحركة ناتجة عن حركة. والله العظيم والله العظيم خلصت. خلي بالك بقى، طاقة الوضع والحركة كانت بتختلف من كل مادة للتانية. ليه؟ أصل قوة التجاذب بين المادة الصلبة هل هتبقى زي المادة السائلة؟ لا طبعا، في الصلبة أقوى الراجع. بس حلاوة التانية يا إعدادي إن كله جاي في بعضه، والله العظيم، وكله مربط باللي فات. يعني أنت منهجك جامد جدا جدا جدا. أنا ندمان إن أنا ما خدتش منهج ده وأنا في سنك، ده أنا كان زماني دلوقتي في حتة تانية والله العظيم. بس يعني الحمد لله وصلنا لك ومعاك بإذن الله، يعني هنوصلك أنت إن شاء الله، خليك فاكر يعني. طيب المهم يعني يا باشا، ان في ضوء نظريه الجسيمات الماده من جسيمات لكل منها طاقه وضع وطاقه حركه، قلنا يختلفان باختلاف ايه؟ حاله الماده. ان الحاله الصلبه ليها شكل وحجم وليها حاجات كده معينه، وطبعا انسيابيه والحاجات دي ما فيش انسيابيه في الحاله الصلبه. راجع على الدرس الاول، كل مره بنكده على طول. واحنا نخلص الوحده ان شاء الله وننزل لك فيديو لمراجعه الوحده كلها كده مره واحده، حل بشرح، ما تقلقش. اهم حاجه بس كده ايه؟ تدعمنا. طيب عندي حاجه اسمها الشكل التخطيطي، ماده صلبه، ماده سائله، ماده غازيه، شكلها بيبقى عامل ازاي؟ مش انت اللي هتقول لي دي كده قريبه من بعض ولا بعيده عن بعض؟ قريبه، يعني عندها قوه تجاذب كبيره. لكن دي بص بدات تبعد عن بعض سنه، حتى بص مفيش بيقربوا لبعض اصلا، هم بيبعدوا، يبقى قوه التجاذب ايه؟ اقل. لكن بص كده دي بقى انت رايح فين؟ مش عارف حته، يبقى اقل جدا. قوه التجاذب هنا بيتقال عليها اسمها ضعيفه قوي. لا دي ضعيفه قوي، لكن دي ضعيفه ايه؟ ايوه نسبيه. قلت لك ان الحاله السائله كده ولا هي مع دول ولا مع امال معايا مع في النص، متوسطه، يا اكبر سنه
يا اقل سيكه، يعني يا ضعيفه نسبيا يا حره نسبيا. ماشي. قال لي بص بقى يا صاحبي، بما اننا قلنا بص ان قوه التجاذب كبيره، يبقى اكيد طاقه الوضع هتبقى كبيره. والله العظيم والله. طب بص بقى، لما اقول لك ان الحركه كبيره يبقى طاقه الحركه ايه؟ برضه كبيره والله العظيم. بس خلي بالك من قبل ما نكمل، احنا كنا قلنا السنه اللي فاتت ان طاقه الوضع وطاقه الحركه علاقه عكس بعض، عكسيه. يعني لو طاقه الوضع زادت طاقه الحركه بتقل. هنستفاد منها؟ نستفاد منها. تعال. الراجل قال لي ان قوه التجاذب بتاعه الحاله الصلبه اعلى ما يمكن، او كبير. عشان كده طاقه الوضع ايه؟ اعلى ما يمكن. هقول ان قوه الترابط بين جسيماتها قويه جدا، والمسافات البينيه صغيره جدا. يعني ايه؟ يقول لي قويه يعني فوق، صغيره يعني تحت. فوق تحت دي علاقه ايه؟ ايوه عكسيه. شاطر عالمي. طيب نكمل. وقال لي طاقه الحركه ما احنا قلنا لما طاقه الوضع بتبقى فوق طاقه الحركه بتبقى تحت، يعني تبقى صغيره. ليه؟ قال لي ان جسيماتها تهتز حول موضعها فقط. كان بيتحرك حركه اهتزازيه. كان في كلمه كده عجباني في المنهج القديم، اهتزازيه محدوده. يعني ايه محدوده؟ يعني في موضعها. ماشي. دي كده الحقيقه الماده الايه؟ الصلبه. طب الماده السائله يا صاحبي، قال لي زي ما انت شايف ضعيفه نسبيا، اللي هي متوسطه يعني اهي. هقول له لماذا الطاقه بتاعتها متوسطه؟ اقول له ان قوه الترابط بين جسيماتها كبيره نسبيا، والمسافات البينيه بينها كبيره نسبيا. يعني ايه يا مستر؟ عايز تقول لي ايه؟ عايز اقول لحضرتك ان هي في النص، متوسطه. فتقريبا بقى فاهم طاقه الوضع بتساوي ايه؟ طاقه الحركه، لان دي متوسطه. فاكيد انت فوق كبير يبقى صغير، اكيد في حاجه في النص وسط. نفس الكلام طاقه الحركه متوسطه، لان جسيماتها تتحرك بحريه نسبيا في الاناء الحاوي ده. طيب تعالى بقى على اللي راح. تعالى الغاز. طاقه الوضع اقل ما يمكن شبه منعدمه. ليه؟ اصل دول اصلا مش قريبين من بعض، مش حابين بعض. بص، واحده في حته، دي رايحه كده، دي رايحه كده، وده رايح كده. هو مفيش تجاذب، انسجام، تجاذب. مفيش تجاذب. صح معايا. هقول لك ان قوه الترابط بين جسيماتها ضعيف جدا، والمسافات البينيه بينها كبيره جدا. خلاص بقى، بص احنا من هنا مش هنفضل نكرر. قويه جدا يبقى ضعيفه نسبيا، او صغيره جدا. يعني لو دي ضعيفه دي تحت، يبقى دي كمان ايه؟ فوق، عشان علاقه عكسيه. لكن هنا هقول لك ان هي مرتفعه جدا، لان جسيماتها بتتحرك بحريه ايه؟ تامه. طيب كان عندي حاجه اسمها الطاقه الميكانيكيه السنه اللي فاتت، كانت اسمها طاقه الوضع زائد طاقه الايه؟ الحركه. انا بدلتها لك، قلت لك ان هي تبقى اسمها الطاقه الداخليه للنظام. قوه الداخليه، كل واحد عنده قوه داخليه. اقول لك ان هي طاقه الوضع زائد طاقه الحركه. يعني لو جبت لك رقمين هتعمل فيهم ايه؟ اجمع بس. قانون، ده قانون. مش عارف. عندي بقى الطاقه الداخليه للنظام، بيقول لك هي مجموع طاقتي الوضع والحركه لجسيمات النظام. والله العظيم والله العظيم. يلا اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لك، قال لك ان الطاقه الداخليه للنظام بتزداد بزياده طاقه وضع الجسيمات، او طاقه حركتها، او بزيادتهما. بالبلدي كده سعادتك، الطاقه الداخليه دي كله في كله. يعني ايه؟ طب والله تعالى، والله يا باشا وربنا يا ابني لو افتكرتها بحبك موت، بحبك موت 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 موت. بص يا قلبي، الطاقه الداخليه دي مقامها بكام؟ بواحد. يعني الطاقه الداخليه في البسط. ودي كمان بكام؟ بواحد. ودي كمان بكام؟ بواحد. يعني كلهم ايه؟ بسط. تقول لي خلاص يبقى الطاقه الداخليه للنظام طرديه مع طاقه الوضع. ماشي يعني، يبقى دي طرديه. بالبلدي ان لو طاقه الوضع زادت يبقى طاقه الحركه هتزيد، الطاقه الداخليه قصدي هتزيد. لكن دي مع دي والله برضو نفس الكلام، بسط وبسط بعلاقه طرديه. تقول لا يا استاذ، هو ازاي طاقه الوضع وطاقه الحركه الاثنين في نفس يعني بسط وبسط، وانت من فوق قايل ان هم عكسيه؟ ده انت عمال من اول حصه طاقه الوضع لو زادت طاقه الحركه تزيد. في تريك هنا حضرتك كنت مخبيها عليك. ايه هي التريكه؟ الحته بتاعت بسط وبسط ومقام ومقام دي لازما الاثنين يبقوا مش جنب بعض. يعني ايه؟ يعني واحده يمين اللي يساوي وواحده يسار اللي يساوي. سمعتك اللي قلت شمال اللي يساوي.
واحده يمين واحده يسار. طب ثانيه، دي مين؟ حلو، قارن بين اي واحده يمين مع اي واحده شمال. اي واحده يسار. لكن بص كده يا عم، هدي فين عايز اعمل كده. جامد، ممتاز باشا. انا عايز طاقه الوضع لوحدها. تعالى يابا، طاقه الوضع. يبقى انا عرفت ان انا هنا ما ينفعش اقول ان البسط وبسط، طاقه الوضع وطاقه الحركه ما ينفعش، لازم اودي واحده الناحيه الثانيه. طب انا طاقه الوضع عايزها هنا اهو، هتساوي الطاقه الداخليه. خلي بالك دي برضو فكره مسائل. هنا زائد تروح الناحيه الثانيه بالناقص، يبقى ناقص طاقه الحركه. طاقه الوضع ايه؟ بسط. يا اسطى دي لسه هي برضه. استغفر الله العظيم يا رب. بص يا قلبي، في حاجات ما ينفعش يتحط فيها البسط وبسط ومقام ومقام، ودي اسمها استثناءات. طب عموما يعني ان لو دي زادت خليك فاكر ان دي هتقل، اوعى تطبق اللي احنا علمناه لك هنا. انا لخبطت معلش، انا اسف والله العظيم. بص يا حبيب قلبي، طاقه داخليه مع طاقه الوضع والحركه طردي، لكن طاقه الوضع والحركه انت عارف اهو، عمالين بنقول طاقه الوضع بتزيد طاقه الحركه بتقل. وضعك بيزيد، حركتك بتقل. بص اعمل كده بتقل. طيب الحمد لله على السلامه يا قلبي، ان شاء الله خير ولا اكن في اي حاجه حصلت. طيب نرجع هنا. قال لي ان الطاقه الداخليه بتتوقف على 4 حاجات. حاجه منهم اسمها درجه الحراره. خلينا عارفين ان كل ما درجه الحراره هتزيد كل ما طاقه الحركه هتزيد. اضرب ليه؟ اصل الماده الصلبه التلج حركته ايه؟ بطيئه، لكن لو سخنته درجه الحراره تعلى، فطاقه حركه الجسيمات تزيد. طاقه ايه؟ حركه الجسيمات هتزيد، يبقى الطاقه الداخليه هتزيد بس. طيب وكمان قال لي كتلته، كل ما كتلته زادت معنى كده ان عدد الجسيمات هتزيد، معنى كده ان هي هتخبط في بعض اكتر وتبقى الطاقه الداخليه اكبر. مش فكره تخبط في بعض، فكره ان عددها هيبقى اكبر. اصل كل جسيم بنجمع بقى الطاقات الداخليه كل فنجيب طاقه داخليه كليه. طيب ونوع مادته، قصدي بيها الماده الصلبه السائله الغازيه، ودي بقى خلاص قديمه اصلا. الصلبه طاقه حركتها قليله فطاقه وضعها كبيره وهكذا. طيب واخر حاجه حالته الفيزيائيه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك فهم الرياضياتي درجه الحراره. قال لي يعني ايه مفهوم المتوسط؟ متوسط لعده قيم في الرياضيات يساوي احد هذه القيم على افتراض تساويها. يعني مثلا عندي شويه قيم، وشويه القيم دول على افتراض ان هم متساويين، انا هاخد بقى المتوسط بينهم. بس سهله وبسيطه. قال لي متوسط طاقه حركه الجسيمات نظام يساوي طاقه حركه الجسيم الواحد عند تساوي طاقه حركه لجميع الجسيمات. ماشي يا استاذ، يلا بينا بسم الله. بيقول لي تمثل درجه الحراره هي درجه السخونه او البروده لاي نظام. يعني درجه الحراره دي يا اما طبعا سخنه يعني موجب بزيد، يا اما بالسالب بقل. طبعا درجه الحراره يعني السقوعيه بتبدا من 10 يعني او اقل، ده كدرجه حراره في الهواء وفي الماء كمان برضو الحمد لله. طيب لو عاوز متوسط طاقه حركه جسيمات النظام تعمل ايه يا صاحبي؟ اقول لحضرتك تقول مجموع طاقه حركه الجسيمات على كم؟ على عددها. يعني هتجمع الجسيمات طاقه حركتهم، يعني لو طاقه حركه الجسيم مثلا ب 10 وهم كلهم مثلا 20 جسيم، يبقى اجمع دول كلهم واقسمهم على عددهم. يعني هتبقى كام؟ 10 مجموع طاقه 10 و10 اللي هو 10 في 20 يعني هتبقى 200 على عددهم اللي هو 20. ماشي. واذا افترضنا ان طاقه الحركه لجميع الجسيمات متساويه. جسيمات ايه؟ ما تقولش هي جسيمات دي جسيمات، قصدي بيها جسيمات الماده الواحده ولا جسيمات كلها؟ يا ابني انت اللي هتقول. هي جسيمات الماده الواحده متشابهه ولا مختلفه؟ متشابهه. لكن جسيمات المواد المختلفه تبقى جسيمات مختلفه، فاكيد مش قصدي كده. فقال لي فان درجه حراره الماده او النظام تكون مقياس لطاقه الحركه لاحد الجسيمات. ها هنا يا صاحبي نبقى خلصنا الجزء الاول من الدرس الثالث. الحمد لله الذي هدانا لهذا. طيب محتاج من حضرتك ايه يا باشا؟ اخر حاجه هطلبها منك، طلبتها منك قبل كده، لو الشرح عجبك يلا يا باشا حط اللايك والسبسكرايب واعمل شير كده لاصحابك على الجروب، وهنا 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 لعله خير. تمام؟ عشان نفضل مكملين مع سعادتك. احنا قلنا ننزل كده المنهج كله ان شاء الله بطريقتنا، الطريقه اللي احنا عاملين ايه. جيب بقى وايت بورد. ما جبناش وايت بورد النهارده، ما كناش محتاجينها. جبنا وايت بورد
لا ده تالتة اعدادي مش انتوا. خلاص انا اسف، انا اسف، تالتة اعدادي مش عليكم الحاجات دي. طيب المهم يا باشا خلصنا، وحشونا جدا جدا جدا. استنونا بقى في فيديو جديد وشرح الجزء الثاني من الدرس الثالث. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.